النهارده هنعمل فرخه مشويه بالخضار وتتبيله هتبهرك. وعايزه اقولك برضو الفراخ مش بتستوي معاكي، شوفي الطريقه دي والنتيجه طريه وبتدوب. هاتوا بقى اي خضار مشكل، كوسه وجزر وفلفل الوان وكمان بصل وكمان بطاطس. انزلوا بقى بالتوابل، ملح وبابريكا وبهارات مشكله وفلفل اسود وورقه ماجي. هنحط طبعا من البهارات المشكله حبه صغيرين بس، وانزلوا عليهم كمان بفصين من الثوم المهروسين وكمان 4 معالق من الزيت. افركوا بقى الخضار كله في قلب التوابل وخلوه يتشرب منها. يلا بينا بقى نعمل تتبيله الفراخ المميزه. هاتوا بقى عصير ليمونتين وكمان فصين توم مهروسين، وانزلوا عليهم ب3 معالق كبيره من الزيت ومعلقه صلصه كبيره، وانزلوا عليهم بقى بالبهارات، بابريكا وملح وبهارات مشكله وفلفل اسود وكركم وزعتر. قلبوا بقى الكلام ده كله مع بعضه. انا عايزه اقول لكم ان البهارات دي هتودي الفراخ في حته تانية. هاتوا فرخه بقى في حدود كيلو 300 كيلو 600 جرام. هنجيب بقى الصينيه ونحط الفرخه بتاعتنا. ابدأي بقى افتحي الجلد كويس من عند الصدر والفخاد علشان التتبيله تدخل لها كويس. انا عايزه الفرخه تتشرب التتبيله كويس جدا. دخلي بقى التتبيله جوه الجلد كويس ودلكي باقي الفرخه من بره ودهنيها كويس جدا. وكمان اوعوا تنسوا تتبلوها من جوه. هنبدأ بقى نحضر التشريبه بتاعه الخضار. هاتوا بقى كوبايه ميه وانزلوا عليها بمعلقه كبيره من الصلصه، دوبوها كويس وصبوها بقى على الخضار. عايزه اقول لكم ان اللي جاي لسه هو اللي فيه السر كله. بعد بقى ما حطينا تشريبه الخضار هنغطيه بورق الفويل كويس، وهنبدأ بقى ندخلها الفرن ساعه كامله. انا ليه هنا قلت لكم غطوها بفويل؟ علشان تفضل طريه وما تنشفش، وكمان الفويل بيحبس البخار جوه الصينيه. تعالوا اقول لكم بقى سر الريحه اللي تجنن. انزلي بمكعب زبده ومعلقه بابريكا وهرسيهم مع بعض، وبعد ما سبت الفرخه ساعه هنخرجها وهندهن بيها خليط الزبده بالبابريكا، وهنا هندخلها من تلت ساعه لنص ساعه كمان. ولما تيجوا تدخلوها الفرن مره تانية هدوا الشوايه عليها، وده علشان ما تتحرقش معاكوا زي ما حصل معايا. لسه بقى السر الكبير اللي هيخلي الريحه توصل للجيران. هاتوا بولة بقى فيها عصير ليمونة واحدة وكمان نص معلقة زعتر وقلبوهم كده مع بعض، وقبل ما تتحمر ب5 دقايق رش عليها خليط الزعتر والليمون اللي احنا عملناه. بجد عايزه اقول لكم بتدي ريحه وطعم رهيب. عايزاكم بقى تجربوها وتكتبوا لي في التعليقات عجبتكم ولا لا. عايزه اقول لكم تشريبه الخضار ولا الفراخ كان طعمهم رهيب. عملت معاهم بقى شويه رز ابيض والف هنا. وكالعاده يا ساده ما تنسوش اللايك الجميل اللي زي قلبكم، وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم كل جديد، وطبعا ما تنسوش تصلوا على النبي.